سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. حاكم جنوب البحر الأحمر يزور مديرية أرعتا. مستشفى أروتا يشهد عمليات جراحة القلب للأطفال. جهود لحماية المواقع التاريخية في مديرية نافا. أمر إسرائيلي لسكان غزة بالتوجه جنوبا وتشديد مصري على رفض تهجير أهل القطاع. وزير خارجية إيران لا يستبعد فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل. كوريا الشمالية تندد بزيارة حاملة طائرات أمريكية إلى جارتها الجنوبية. أهلا بكم. التقى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي سكان مديرية أرعتا وبحث برامج التنمية والتصدي. وزار السيد الحاكم مناطق أيومن وعد علا حمرتي وأيتوس وسوغوبوي وطيعم، موضحا فرص وتحديات المرحلة ودعا لتحقيق تنظيم ومشاركة تضاهي المرحلة. وقال إن المشاركة الواعية للشعب والخبرة المكتسبة في الفترة الماضية هي أساس للعمل المستقبلي، وحث للدفع بتجميع القرى لحصول المواطنين على الخدمات. وذكر بأن توسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية يرتكز على الاستخدام، داعيا للاستفادة الجيدة من مؤسسات الخدمات والمساهمة لتطويرها. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم السيد حقوس أدحنا جهود تطوير التعليم عامة ومشاركة الإناث خاصة. كما أوضح مسؤول الصحة السيد محمد أنور برامج تطور رعاية الأمومة والطفولة. وطالب السكان للإسراع لصيانة مشاريع المياه المعطلة وإيجاد حل سريع لمشكلة الاتصالات. والتقى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في طيع المهنيين التعليميين والصحيين، وأشاد بجهودهم لرفع المشاركة والاستفادة. أجريت في مستشفى أروتا المرجعي عمليات جراحة القلب بتعاون الأطباء الإرتريين والإيطاليين ل19 طفلا. وأوضحت مسؤولة قسم الأطفال في المستشفى البروفيسور سيغاريدا جابريهيوت أن هذه العمليات الجراحية الجارية للمرة الثانية بعد وباء كورونا أجريت ل19 طفلا بعد إجراء الفحوصات الطبية ل225 طفلا. وقالت إن الأطفال التي أجريت لهم العمليات الجراحية من 6 وحتى 13 من أكتوبر ولدوا بمرض القلب أو تطورت الإصابة بعد الولادة. وقال أعضاء فريق الأطباء الإيطالي الإنساني غير الحكومي إن 25 عضوا جاءوا هذا العام وقاموا مهمتهم بشكل جيد، موضحين بأن العمل يكون أسهل نتيجة مهام تبادل الخبرات سنويا. ومن جانبهم أعرب أولياء الأمور عن امتنانهم للخدمة المجانية وفي الوقت المناسب والاهتمام الكبير من قبل جميع المهنيين. وذكرت البروفيسور سيغاريدا أن 1600 طفلا خضعوا لعمليات جراحية منذ عام 2002، مضيفة أن مثل هذه البرامج تلعب دورا هاما في تبادل الخبرات ونقل المعرفة التكنولوجية. ويقوم فريق الأطباء من الجمعية الإيطالية غير الحكومية بتقديم الخدمات التشخيصية والجراحية منذ عام 2007، بالإضافة إلى تقديم محاضرات حول الوقاية من أمراض القلب. يقوم سكان مدينة نافا على الحفاظ على المواقع التاريخية في منطقتهم، وبناء على ذلك قاموا بإصلاح طريق بطول 13 كيلومترا يؤدي إلى الجناح الأيسر لدفاعات نافا التاريخية. وقام الأعيان ورجال الدين ومدراء الضواحي ومسؤولو المؤسسات الحكومية والشباب والجهات الأخرى رفقة مدير المديرية السيد يعقوب إدريس قاموا بزيارة الموقع التاريخي في 3 من أكتوبر، وقدم شرحا عن البطولات المنفذة في المواقع وأهميته الاستراتيجية. وأوضح الزوار أن الحفاظ على المواقع التاريخية في البلاد مسؤولية كل مواطن، مذكرين الشباب بلعب دور فعال في الحفاظ على تاريخهم وقيم مجتمعهم.
وأكدوا الإيفاء بالمتطلبات للحفاظ على المواقع التاريخية باعتبارها تعبر عن الهوية ومرجعية التاريخ، وسيعملون جاهدين على نقلها إلى الجيل الجديد. عقد مكتب الصحافي إقليم القشبركة سيمينارا في 4 أكتوبر لمكافحة الملاريا في ضاحية قرجناي في مديرية دقي. وأوضح مسؤول الصحة في المديرية الممرض دانيال حيلي عدد الإصابات بالملاريا في المديرية. وشرح خبير الصحة العامة في الإقليم السيد بشير صالح أسباب وأضرار الملاريا والأمراض التي تنقلها البعوض مثل مرض الكرفس وحمى الضنك. وحث مسؤول التوعية والإعلام في مكتب وزارة الصحة في إقليم القشبركة السيد سلطان حقوس المواطنين على استخدام الإجراءات الوقائية المتكاملة وتنظيم حملات نظافة مشتركة. وأوضح مدير مديرية دقي السيد همد إلى أنه سيتم القيام بحملة نظافة بيئية أسبوعية وتعزيز دور إدارات الضواحي، مشيدا بأنشأة ضمان صحة المواطنين. وذكر المشاركون أن السيمينار مكنهم من التعرف على الأمراض المنقولة بالبعوض وأعراضها، منادين على مواصلة مثل هذه المحاضرات المهنية. عقد سيمينار في عدخالة لتعزيز وعي المرأة العضوة في قوات الدفاع المرابطة بالمديرية وتأطيرها. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفورقي دور ومساهمة المرأة الإريترية في مختلف المراحل. وقالت إنه بدون مشاركة المرأة لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وبناء الأمة، مضيفة أن العمل على ضمان المشاركة المتساوية هو التزاما وليس خيارا. وأشاد قائد الفرقة العسكرية 13 العقيد جيتو تسفى ميكائيل ببطولات المرأة في المراحل السابقة، وقد أعرب عن ثقته في أن ورثة الجيل سيكررون هذا الإنجاز الموروث في التنمية. كما تضمن السيمينار شرحا حول القانون وعواقب العادات الضارة. وأوصت المشاركات بمواصلة مثل هذه السيمينارات التنويرية وتنظيم التدريب المهني لمساعدتهن في عملهن. وجه مكتب الزراعة في مديرية موغلو دعوة لمزارعي المديرية من أجل متابعة مزارعهم وموارد محيطهم من الآفات الزراعية. وأوضح خبير وقاية النباتات في المديرية السيد مبرهتوم عند مريم أن الآفات الزراعية مثل جراد الأشجار والآفات الزراعية الأخرى تحدث أضرارا خطيرة ما لم يتم السيطرة عليها سريعا. وذكر مدير مديرية موغلو السيد أبراهام كيدان الأضرار الكبيرة التي تحدثها الآفات الزراعية على الأشجار والمزروعات، وعلى جميع المزارعين والمواطنين التعاون والمكافحة الجماعية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص، وحذرت من تبعاته المدمرة. وأثار القرار الإسرائيلي بضرورة توجه سكان شمال غزة إلى جنوب القطاع استنكارا عالميا وسط رفض مصري قاطع بمغادرة هؤلاء أرضهم وتوجههم إلى شبه جزيرة سيناء، وفق ما ذكرت الكثير من وسائل الإعلام في تل أبيب. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن سكان غزة يجب أن يبقوا على أرضهم في القطاع، محذرا من أن خروجهم قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. وكان بيان لوزارة الخارجية المصرية أشار في وقت سابق إلى أن القاهرة طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر بعد أن تعرض التدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر. وجاء الأمر الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها السابع وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر. وفي حين تواصل القصف المكثف على القطاع مخلفا مقتل أكثر من 1500 فلسطيني و6612 مصابا، تخطى العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين 2300، بينهم 258 من الضباط والجنود وفق أحدث بيانات الجيش الإسرائيلي.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين سيقابل برد مما وصفها ببقية المحاور، مؤكدا أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن عواقب ذلك. واتهم عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها خلال جولة له تشمل العراق ولبنان وسوريا الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإبادة الفلسطينيين، مشددا على أن تشريد الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة ممارسات تعد جرائم حرب. وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته لدى وصوله إلى مطار بيروت إن بعض المسؤولين الغربيين يتساءلون عما إذا كانت هناك نية لفتح جبهة جديدة بالطبع في ظل استمرار هذه الظروف التي تعد جرائم حرب. ولم يحدد وزير الخارجية الإيراني المحاور التي يتوقع أن تفتح جبهة أو جبهات، لكن محاور المقاومة تشير إلى أن الجماعات الحليفة لإيران في فلسطين وسوريا إضافة إلى حزب الله في لبنان. نددت بيونغ يانغ بزيارة حاملة الطائرات الأمريكية USS رونالد ريغان لميناء في كوريا الجنوبية، عادة أن واشنطن وصلت بذلك إلى المرحلة الأكثر تقدما في التحضير لحرب نووية حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان جنوب البلاد بعد ما أجرت كوريا الجنوبية واليابان مناورات بحرية مشتركة على مدى يومين هذا الأسبوع، وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ووصف الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ هذه المناورات التي تحاكي اعتراض سفن كورية شمالية مستخدمة في تهريب البضائع بأنها استفزاز عسكري صارخ. وجاءت المناورات البحرية الأخيرة بين اليابان وكوريا الجنوبية عقب مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول استمرت 11 يوما في أغسطس. استضافت العاصمة القرقيزية بشكيك قمة كومنولث الدول المستقلة، وهي مجموعة من الجمهوريات السوفية السابقة. وحضر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس القرقيزي صادر جابروف الرؤساء روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي تربطها علاقات قوية بموسكو، وقال خلال زيارة لقاعدة جوية روسية بالقرب من بيشكيك إن روسيا تتوقع توسيع التعاون العسكري الدفاعي مع قرقيزستان. ويقوم بوتين بزيارة تستمر يومين إلى قرقيزستان. مشاهدينا، ختام النشرة إليكم أبرز العناوين. حاكم جنوب البحر الأحمر يزور مديرية أرعتا. مستشفى روتا يشهد عمليات جراحة القلب للأطفال. جهود لحماية المواقع التاريخية في مديرية نوفا. أمر إسرائيلي لسكان غزة بالتوجه جنوبا وتشديد مصري على رفض تهجير أهل القطاع. وزير خارجية إيران لا يستبعد فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل. وكوريا الشمالية تندد بزيارة حاملة الطائرات الأمريكية إلى جارتها الجنوبية. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.